عمري 18 سنة، صار لي اشتغل بهالمهنة 9 سنين. اشتغل طبعا مع والدي وهي مصلحة والدي. ما كانت يعني موهبتي أو كذا، بس بحب رفقة أبي، ومنه تعلمت المصلحة ومنه حبيتها ومنه صارت هوايتي. وصراحة في من الأحداث يعني راح البيت وتعب الوضع شوي، فوقفت مع أبي، والحمد لله حاليا مستلمة مصلحة بالكامل. وطبعا ما في أبي، ما عندنا أخوان شباب، احنا البكر بنات عند بابا. من كنت صغيرة بروح معه، أقعد معه لما يشتغل، بطلع عليه كيف يرتب الأمور، كيف يطلع الأفكار، كيف يعني يزبط. من اليوم إجا زبون طلب منه هذا الشيء كيف يزبطه. فشوي شوي تعلمت منه، وهلا الحمد لله مستلم المصلحة كامل، وأنا بطلع الأفكار، أنا اللي أنتج الشغل. صح الوالد لسه بعده معي يعني، بس أكتر يعني أنا هلا مستلمي الشغل بالكامل. هو عليه مثلا اليوم جاب قياس باب زبون، أعطاني القياس وقال لي الزبون خليه على ذوقك، أنا طبعا بطلع الشيء على ذوقي. وشغلتني يعني حدادي عامة، مو بس إنه بواب وكذا، من كل شيء، هناجير، درجات، بركب حتى أبراج أرسل. طبعا هي الحدادة من الأعمال الشاقة، صعبة جدا. هلا هي امرأة بتقول إنه صعبة هذا الشيء، بس إذا هي يعني المرأة بذاتها إذا هي بدها هذا الشيء تقوي إرادتها، ما في شيء صعب يصعب عليها، ما في شيء صعب أبدا. عندها طموح، حابة، بدها تشوف أحلامها، تشوف طموحها، تسعى إله. ما في شيء يعني يصعب على المرأة أبدا إذا هي رادت. نظرة المجتمع، هلا طبعا أنا من فترة بلشت أطلع هيك بمظهر بنت، ما كنت أطلع مظهر بنت. الأغلبية يعني أو القليل منهم كانوا يعرفوا إني بنت، مثل القريب علينا حيل يعرف إن، أو اللي يدقق يعرف إني بنت. أما الكتير لا، ما يعرف إني بنت. فمن فترة جاي بلشت نزل محتوى وإني بنت وكذا، فالثلاث أرباع من الناس تدعمني انه كفو عليكي وبرافو. هاي الربع منهم لا، هاي ما بيلوق لك، او انت تشبهي بالرجال، او انت كذا. وبابا بقول العكس، بابا يعني هو الوحيد اللي انا ارد على كلامه. طبعا انا اولي لما كنت متنكر بلباس شاب كنت اخجل، مرات نطلع على تركيبه اقول بابا لا هذا البيت يعرفني، اخجل اروح لعنده، اقول بابا بالعكس انت عامله شيء غلط. يعني هو كان اكبر داعم الي، وهو وعمي كانوا اكبر الداعمين لإلي. ف يعني في منهم لا مو مناسبة يعارضوا هذا الشيء، وفي الأكثرية يقولوا برافو استمري وهيك. هلا من الأحداث راح البيت تبعنا وبابا كان لحاله وانكسر ظهره، فلهيك اضطريت يعني وقف معه، اشتغل معه. ومن بعد هاي المرحلة يعني ضلينا 4 5 سنين بالإيجارات. من بعد هاي المرحلة خدنا البيت، وشفت حالي تمسكت يعني بالشغل، تعورت اني اطلع معه الصبح، تعورت للشغل، صرت اقعد في البيت يومين بحس متكسر تكسير يعني الا اشتغل. وصارت هوايتي هي المصلحة. يعني وحتى لو رجع بي الزمن ما اتندم اني اشتغلتها او تعلمتها، ولا ابدا. هلا لما التركيب وكذا، طبعا انا وبابا بس نطلع على التركيب. ما في يعني ايام نركب، يعني نطلع شغلنا بنركب شغلنا ونرجع مباشر.
وبالنسبة لأني هلا طلعت بمظهر بنت، أو كان في انتقادات، في ناس تقول لا ما يصير هذا الشيء وأنت تشبه بالرجال. طبعا أنا ما يهمني هالكلام هذا بنوب، أنا كفي بعرف يعني شغلي حلال، شيء بما يرضي الله وربي، ويعني باكل لقمتي بالحلال مو بالحرام، وما اشتغل بغير طريق. بالعكس انا رافعه راس ابوي بشغلي، والاهم من هيك انه انا مو لحالي ولا آه، يعني اختلط مع الزبائن وكذا. انا يجيني الشغل يعطيني ابوي الشغل اشتغله بس، يعني برفقة أبي ما في شيء أي شيء عيب في من الجاهلية. لا ما يصير هذا الشيء وأنت بنت وما يليق لك، ما في شيء اسمه عيب. العيب على بروح احتاج يعني فلان او احتاج الغير، احتاج الغير، ما احتاج حدا، وانا بكامل صحتي يعني فيني اسوي شيء لنفسي. وانا كوني مرأة مو بس انتكل والله بكره على الزواج، بكره عندي زلمة هو يشيل مسؤوليتي، ليش لحتى يتعلم؟ لا بالعكس، يمكن الزلمة انا وياه ما نتفق، اهلي مو دايمين لي، يعني طبعا بعد عمر طويل مو دايمين لي، هم بخلي شيء لنفسي، عندي شيء اقدر اسند حالي فيه، عندي مصلحة وين ما أروح تنقبل، وين ما أروح أشتغل، وين ما أروح يعني فيني أسوي شيء لنفسي. الصعوبات اللي دخلت فيها، أول صعوبة كانت هي بأبراج الأرسل. كنا نسوي برج أرسل، كنت طبعا والدي أنا ما أسمح له يطلع لأنه أنا أخف، وأنا بصراحة بحب المرتفعات. طلعت يعني تحديت نفسي، قلت إنه مكان عالي أو ممكن بس تحديت نفسي وطلعت لعنده. هاي أول صعوبة. الثانية والأهم كان أول اختبار إلي لما أعطاني بابا مثلا باب وشباك وهيك، كان يقول لي بدي إياه هيك ويطلع. فمرة مرتين فشلت، الفشل هو طريق النجاح. مرة مرتين فشلت، اللي بعدها صرت أتخطى هذا الشيء، يعني الصعوبات كلها تخطيتها. أحب وجه لبعض البنات، هلا في بعض من رفقاتي أختي أنا تقول لي يعني يا ريت إنه مني صغيرة كمان مشيت معكم مع بابا وتعلمت، هلا أنت مميزة وأنت الناس كلها تمدح فيكي وأنت كذا. وفي كتير بنات يقولوا لي والله يعني أحب ويا ريت، بس إنه صعبة، يعني صعبة ما أقدر لها. ما في شيء صعب، يعني بتسهلي الأمر على حالك، بتسهلك الأمور، والإرادة تغلب المستحيل. فيك انت تصيري كل شيء وتسوي كل شيء، واهم شيء بتعملي شيء لنفسك، تشوفي نفسك، تبدي نفسك على الكل. عندك طموح، عندك احلام، اسعي لهم، ما تقولي هذا الشيء صعب. الحداده هي مو بس اليوم انا اعرف لحم واعرف قص، لا، الحداده فن وبدها جهد وتفكير وتعب جسدي. بس يعني بدك تشغلي مخك. اليوم أنا زبون اجاني، اكثر الزبونات يعطوني بدي مثلا هذا الباب، بدي هذا الدرج صاير بنص البيت، بدي له شيء حلو. اليوم انا ما عملت له شيء حي الله وراح مشى، لا، يجي يطلع من عندي رضيان ومبسوط، لانه الشغله فن. وهيك الواحد بده يقعد مع نفسه ويفكر له، هيك بيكسب الزبونات اللي يجوا لعنده، وهو يكسب انه بيطور افكاره، بيتطور الشغل، مو بس لإله، كمان في غير حداد يمكن ما عنده هاي الفكرة بشوفها بصير عنده هاي الفكرة. أنا يعني كوني أول بنت بشمال شرق سوريا بشتغل بهالمجال الحدادة، صارت هوايتي وفرضت نفسي عليها، وأنا يعني مستعدة أستمر فيها وبساعد نفسي وبساعد أهلي. وبالخاص أنا بنت يعني مصروفي كتير وكذا، وشوي الأمور صعبة على الكل طبعا، فما محتاج لهذا، بشتغل بنفسي وأنا حبيت هاي الشغل وراح أضل أستمر فيه إن شاء الله، وصارت جزء من حياتي يعني.